السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات وملاحات مع سميرة. مازال كتفكري شنو غادي ديري الكوتي؟ يلا هنوضي معايا غير بنص كيلو ديال الدقيق. غادي نحضروا جوج انواع من الفينوازغي او بلي كرواسون اللي كيجيو لذاذ تماما بحال ديال المحلات. تبعوا معايا الفيديو بجميع المراحل ديالو باش تنجح معكم الوصفة بامتياز. ندوزو نشوفوا المقادير على بركة الله. اول حاجه عندنا 600 غرام ديال دقيق الفورس ما يعادل 6 كيسان. نحتاجو 2 كيسان ديال الماء، 300 غرام من زبده ديال التوريق، واحد المعلقه عامره ديال الخميره حبيبات، عندنا واحد المعلقه عامره ديال السكر سنيده، عندنا 2 معالق ديال الزبده، عندنا واحد المعلقه صغيره عامره ديال الملحه، واحد ساشيه د لافاني. ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه كنديروا 2 كيسان ديال الماء اللي كيكون دافي، كنضيفوا الخميره السنيده، كنضيفوا سكر الفانيليا، كنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم مزيان حتى كينسجموا. كنخليو الملحه نضيفوها من بعد ما كتنسجم لنا ديك الخميره. كنضيفوا الدقيق غير بالتدريج كما كتشوف بحال هاد الطريقه. بالنسبه لجميع المقادير بالغرام وبالكاس غادي تلقاوهم في صندوق الوصف كما عودتكم دائما. من بعد ما كنضيفوا نصف الكميه ديال الدقيق كنضيفوا الملحه، وكنضيفوا الكميه اللي بقات لنا ديال الدقيق. كنحاولوا ندخلوا هذاك الدقيق في هذاك السوائل اللي كنا وضعنا غير بشويه. من بعد كنضيفوا دوك 2 معالق ديال الزبده، انا راه ما بانت لياش هنا في الفيديو تقطع ليا المقطع، وكنبقاو نعلكوا في هذه العجينه وحنا كندخلوا فيها ديك الزبده حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون مطاطيه وكتكون رطبه. ضروري نعلكوها على الاقل واحد 5 حتى 7 ديال الدقائق باش نحصلوا على واحد النتيجه اللي كتكون مرضيه. كما كتشوفوا بحال هاد الطريقه كنجبدوا العجين ديالنا وما كيتقطعش، يعني العجين ديالنا ولا طلق البليتان ديالو. غنوضعوه في واحد الشبانيه وغنغلفوه بالبلاستيك الغذائي ونخليوه يتفاعل فيه الخميره واحد 10 ديال الدقائق. عاد من بعد غادي نضيفوا له ديك الزبده ديال التوريق. هانتوما غنخليوها دابا. من بعد ما دازت 10 دقائق تفاعلت فيها الخميره واحد شويه، ما تخليوش تخمر بزاف غير واحد شويه. غندوزو دابا غنوضعوها فوق سطح العمل كما كتشوفوا. كنستعملوا واحد القليل من الدقيق بواحد شويه، وكنسرحوها بالمدلك على شكل مستطيل اللي كيكون الجناب ديالو مقادين بحال هذا الشكل كما كتشوفوا راه موضح في الفيديو. من بعد ما كنسرحوا هذا المستطيل ديالنا وكنقادوه كنجبدوا ديك الزبده ديال التوريق ديالنا وكنحكوها في النصف ديال العجين بحال هذا الشكل، الحكاكه رقيقه حتى كنتاكدوا ان جميع داك الجوانب داك النصف ديال العجين كله تلبس بهذيك الزبده ديالنا. هانتوما انا هنا راه تاكدت ان العجين ديالي ما لصقاش وعاد كملت بالحكان ديال ديك الزبده. من بعد ما كتحكوا ديك الكميه كلها كدوزو كطويو داك النصف الثاني ديال العجين على ديك الزبده، كتبقاو تضغطوا عليها بحال هذا الشكل. ومن بعد غندوزو دابا نديروا لها التوراق او الفيطاج بالطريقه المعتاده اللي كنديروا العجين المورق الخامر، هذا لا بات فويتي لوفي. كنبقاو نسرحوها بحال هذا الشكل حتى كنتاكدوا ان ديك الزبده كتوزع على جميع السطح ديال ديك العجين. دائما كنحاولوا نقادوا الجوانب. غنديروا دابا دوبل تور او دوره مزدوجه، لان لا بات لوفي او العجين المورق الخامر كنديروا 3 ديال الدورات، العكس ديال العجين المورق لاباط فويتي العاديه اللي كنديروا لها 6. من بعد ما درنا داك الدوره المزدوجه بدي تعاودوا تسرحوا العجين بطريقه طوليه بحال هذا الشكل. دائما السده ديال العجين كما كنقول لكم تكون على جهه اليمين. من بعد غادي نديروا دوره عاديه او تور سامبل. من بعد غادي نغلفوها بلاستيك غذائي بحال هذا الشكل وندخلوها الثلاجه الوقت اللي نوجدوا المقادير اللي غادي نعمروا بها هاد لي كرواسون ديالنا. نتغلفوها مزيان باش ما يدخلهاش البرد وما تقصحناش العجينه من الجوانب. غندوزو دابا نحضروا لا كريم باتيسير. بالنسبه للكريمه الحلوانيه انا عندي نص لتر ديال الحليب، ضفت له 3 د المعالق ديال مستحضر لا كريم باتيسري، 3 د المعالق ديال السكر سنيده، واحد رشه
ديال لافاني، انا عندي لافاني بودر، الا ما كانش متوفر عندكم كديروا ساشيه د لافاني العاديه. كنخلطوا جميع هاد العناصر، من بعد كنردوها فوق النار، كنبقاو مقابلينها حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده. كنخويوها في واحد الاناء اللي كنسرحوا لها عمليه انها تبريد بحال هاد الشكل. كنسرحوا على جميع اطراف ديال هاد الاناء، ومن بعد غادي نغلفوها بواحد البلاستيك اللي غيكون ملامس الوجه ديالها، وندخلوها تبرد في الثلاجه. من بعد ما بردت لي لا كريم باتيسير ديالي، انا هنا عندي واحد شويه ديال الزبيب اللي قطعته رقيق. غادي نجيبو العجين ديالنا، غادي نقسموه على جوج ديال الاجزاء. انا هنا غنخرج جوج انواع من لي كرواسون. كنجيبو الجزء الاول كنوضعوه فوق سطح العمل، والتزاوج كنحتفظوا به في الثلاجه. هانتوما غتشوفوا التوراق ديال ديك الطبقه ديال الزبده كيباينين في العجين ديالنا. غنجيبوا واحد القليل من الدقيق، واحد القليل ما تقويبش، وغندوزو نسرحوا هاد الجزء ديال العجين على شكل مستطيل اللي كيكون شويه عريض كما كتشوفوا معايا بالصوره. ما تضغطوش على العجين بزاف، لان الا عجين الا رققتوها بزاف غادي يخسر لنا هذاك الدورات اللي درنا، كتولي سميتها اون بات بغولي، يعني محروق لها هذوك الفويتاج او هذوك الطبقات ديال الزبده اللي حنا درنا. من بعد كنجيبوا داك لا كريم باتيسير وكنسرحوها على طول داك المستطيل. كنخلي غير الجوانب اللي غادي نسدو منها هي اللي ما كنديروش فيها لا كريم باتيسير. كتحاولوا تسرحوها مزيان، كتاكدوا ان جميع الاطراف ديال هذا المستطيل تلبسات بهاد لا كريم باتيسير بحال هذا الشكل. من بعد ما كنقادوا هذيك الكريمه كنجيبوا الزبيب ديالنا وكنوزعوه بحال هذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. انا هنا غادي نديرو لي شنيك او لي بان اوريزا كيجيو ولداد بهاد الكريمه. من بعد كندوزو كنلويوها بحال هذا الشكل. كنحاولوا نضغطوا على الجوانب باش يلصقوا لنا مع القطعه ديال العجين بحال هذا الشكل. كتثبتوها بيديداتكم بحال هاد الطريقه باش كداك العجين كيلصق مع بعضياته. من بعد غادي ندوزو نلويوها واحد شويه باش نتاكدوا ان داك الزبيب كيتثبت بعضياتهم او كيتثبت على العجين. ومن بعد غادي ندوزو نقطعوها بواسطه موس اللي يكون ديال المنشار، وكنقطعوه بحال هذا الشكل. هاد البوده او هاد الحربول يعطاني 12 قطعه صغيره، كيجي الحجم ديالهم متوسط. كنوضعوهم في واحد الصفيحه اللي كتدخل الفرن اللي غلفناها بورق الطبخ. من بعد كندوزو كنغطيوها بالفيلم اليمونتير باش نسرعوا لها عمليه الاختمار، وكنخليوها حتى كتختمر مزيان وعاد غندوزو نطيبوها. دابا غادي ندوز نشكل معكم الجزء الاخير اللي بقى لنا ديال العجين. كندير دائما واحد القليل من الدقيق فوق سطح العمل، وغادي نسرحوه بنفس الشكل. غنديرو مستطيل غيكون بنفس الحجم ديال المستطيل الاول. حاولوا ما ترقوش العجين كما سبق قلت لكم. هانتوما شفتوا دوك الطبقات ديال الزبده كيبانوا. كنجيبوا ديك لا كريم باتيسير كنوضعوها غير في الوسط شكل مستطيل بحال هذا الشكل بشكل طولي. كتحاولوا توزعوها بطريقه مستويه. كنجيبوا انا ما عنديش لي بيبي دو شوكولا او داك حبيبات الشوكولا، اكتفيت بانني قطعت الشوكولات بالموس على قطع صغار بحال هذا الشكل باش غادي نديرو البان سويس حتى هو واحد الكرواسه اللي كتجي لذيذه. من بعد كنطويوها بحال شكل طويه المسبنه. من قبل ما نطويو الجزء الثاني كنضغطوا بالاصبع ديالنا كما كتشوفوا وكنثبتوه على العجين بحال هذا الشكل. كنقلبوها كندوزو كنقطعوا قطع بحجم جوج ديال الاصابع بحال هذا الشكل حتى كنكملوا طول ديال هذا المستطيل اللي عندنا. من بعد حتى هو كنديروه في صفيحه اللي كتدخل الفرن اللي كنغلفوها بلاستيك غذائي باش نسرعوا لها حتى هي عمليه التخمير. كنحتفظوا فيها في مكان اللي يكون دافئ حتى كتخمر لنا هاد الكرواسون ديالنا. هادو لي بان غيزان او الشنيك ديالنا من بعد ما خمروا كنضيف واحد شويه ديال الحليب على بيضه كامله، وكندهنوا هاد لي شنيك ديالنا او هاد الكرواسون من الجوانب واحد شويه من الفوق اللي كنزينوه برقائق اللوز اللي كيبقى اختياري. تقدروا ديروه تقدروا تستغناو عليه. من بعد ما
كنضيفوا له داك رقائق اللوز، كندخلوه الفران اللي ديجا شاعلينو على 170 درجه، شاعلين عليه من الفوق ومن التحت، وكندخلوه يطيب حتى كيتحمروا، عاد كنخرجوهم. بالنسبه لك بان سويس تا هو منين خمر ليا تا هو دهنتو بنفس البيض والحليب ورديته الفران على نفس درجة الحرارة. شوفوا كيفاش كينتفخوا هاد الكرواسون ديالنا، ما شاء الله كيولي فيهم واحد الفوليوم هائل. كتخليهم يطيبوا على خاطرهم، ما تحلوش عليهم الفران حتى تشوفوهم خداو اللون الذهبي وتحمروا مزيان. هادو لي بان سويس ديالي من بعد ما تحمروا راني خرجتهم. شو على الوين كيجي فيهم هذاك الشوكولاط وديك لا كريم، ملي كتذوب كتخرج على الجوانب كتعطيها واحد القوام هائل. كندوزو كندهنوها بواحد القليل من لاباج او كونفيتور اللي كان متوفر عندكم. انا هنا غادي ندير النص غادي نزينو والنص غادي نخليه عادي بلا تزيين. من بعد ما دهنتهم بالناباج كنجيب واحد القليل من السكر كلاصي كنوضعوه في النصف ديال هاد الكرواسون كما كتشوفوا غير بحال هاد الشكل، والنصف الاخر زينته بواحد القليل من اللوز اللي عندي محمر ومهرمش. النصف الاخر قلت لكم خليته طبيعي. هادو لي بان اوريزا او لي شنيك ديالنا، شو على منظر كيجي فيهم وكيجي محمر داك اللوز فوق منهم. غادي ندوزو دابا باش نقدموه في الطبق النهائي. ها نتوما هذا هو الشكل الاول ديال لي شنيك او لي بان اوريزا ديالنا. شو على منظر كيجي فيهم، كيجيو هائل تماما بحال ديال المخبزات، كيجيو رطب مقطنين وكيجيو مورقين في نفس الوقت. انا غنحل معكم واحد الوحيده تشوفوا القوام ديالها كي كتجي، شو لا تحمر كيجي فيهم. شفتوا التوراق؟ انا مأكده انكم ما غاديش تندموا الا جربتوا هذه الوصفه، وغادي تعجب وليداتكم والعائله ديالكم. فعلا يستحقوا انكم تجربوهم. ندوزو دابا باش نشوفوا لي بان سويس حتى هما كيجي واحد المنظر فيهم كيجي هائل، وكيجي المذاق ديالهم لذيذ مع ديك لا كريم باتيسيا كتواتى مع الشوكولا. يلا نوضوا وجدوا هاد الكرواسون الكوتي ديال وليداتكم وعائلتكم. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي رايكم في التعاليق. خليتكم على خير، ونتلاقى معكم فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.